تقريبا حتى في الأوقات الإضافية. بيتكوفيتش كان صاحي طوال المباراة كابتن، تشعر بأنه لكل سيناريو لكل ظروف كان جاهز بردة فعل سريعة. هو مقسم المباراة محمد، هو خد الريسك فين؟ في الشوط الرابع الإضافي في آخر 10 دقايق. أنا عايز أشوف الجول يا كابتن محمد شارك فيه كل اللعيبة اللي اتغيرهم. بيتكوفيتش، حاج موسى، عبد الله، زروقي، بلبوين. التغييرات اللي عملهم هم اصحاب التمريرات اللي قبل الجول، وبعدين الجول ينم على ان جانب بدني من الاول خالص، ده الضغط السريع واسترجاع الكره والتحول السريع ومهاره كبيره. فينش عالمي ما شاء الله. وش رجله يا كابتن محمد، وش رجله مش بطن رجله، بكل دقة. كل اللعيبه من بدايه الهدف معمول صح زي ما بيقول الكتاب. قطعه، تحول سريع، جت للحاج موسى راح. هذه اصلا كرته المفضله بالبينه. أيوه. اتذكر بالذات مباراته مع تحيل امام الاتحاد السعودي في تشامبيونز ليج اسيا، سجل نفس الطريقه. ايوه بص يا كابتن محمد، الكره جت مع الكونغو، قطعوها ماشي، اتقطعت، اتلعبت بالراحه خالص، طلع الكوره، الحاج موسى راح نازل ولعبها في نص الملعب، ضرب 2-3 لعيبه، وبعد كده عبد الله لزروقي، بديل 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 بديل. ايوه، وفي المساحه، وده طبعا عنده المهاره، راح واخد بيساكا لجوه وبوش رجله، فجول حلو، جول ملعوب، جول سيناريو حلو ويليق بالاداء الكبير الموجود بيه المنتخب الجزائري. عجبني الروح، عجبني الجانب البدني. الجانب البدني يا محمد من اول دقيقه لاخر دقيقه اللعيبه بتجري، ما بطلتش جري. فاعتقد ان ده سيناريو حلو وهدف حلو وهدف جماعي ملعوب للمنتخب الجزائري. هدف الدكه. ايوه تقريبا 4 لاعبين، وتكلمنا بدايه الاسبوع الدكه في بعض الاحيان هي تصنع الفارق، واليوم الدكه هي اللي صنعت الفارق. عندما يكون عندك تعداد بشري في بطولات مجمعه مثل هذه تحتاج الى كل اللاعبين. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء. لقاء اخضر مرتقب بين الجزائر ونيجيريا في ربع النهائي بعد ان شاهدنا تاهلا مستحقا كبيرا للجزائر الى ربع النهائي لكاس افريقيا.